بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو مسكنا الآية دي وفصصناها هي نداء للناس. ربنا بيقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أوكي، لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني انت لما هتعبد هتاخد التقوى، لما هتعبد هتاخد التقوى. يعني انا لما اقوم بالعبادة مظبوط هوصل لمرحلة ان اكون من الذين يتقون واخد كل فوائد التقوى. طب ايه بقى العبادة، او ايه طريقة العبادة، او ايه معنى العبادة اللي هيوصلني للتقوى؟ العبادة هي الاتباع والاستمداد من الله. انا اشوف ربنا عايز مني ايه اعمله، وعايز مني ايه ما اعملوش. اجيب الكلام ده منين؟ من كتابه سبحانه وتعالى. هو حط كتاب، كتالوج. الكتاب ده مذكور فيه افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. حاضر يا رب، انا همسك كتابك وابتدي اطلع منه انت عايز تخليني اعمل ايه وما اعملش ايه. مثال كده زي ايه؟ يعني لو في مثلا مدرسة، المدرسة دي ليها مدير، والمدير ده حاطط نظام للمدرسة عبارة عن الولاد يعملوا كذا ويجوا الساعة كذا ويخرجوا الساعة كذا، والفسحة الساعة كذا، والزي المدرسي، والفصول فيها كم طالب، والمدرس الفلاني يروح في الحتة الفلانية، والمدرس الفلاني يشتغل في الفصل الفلاني. نظام وليه كبير وهو اللي حاطه. مدير المدرسة هو مرجعية المدرسة، اللي كل حد في المدرسة عنده عايز يفهم اي حاجة بيروح للمدير. ليه؟ لانه هو اللي ممشي النظام وهو اللي حاطط النظام. كذلك ولله المثل الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الكون، خالق الكون اللي انا جيت الارض اعمل فيه العبادة. العبادة يعني ايه؟ يعني انت مطلوب منك ان طول رحلتك الارضية، تجربتك الأرضية، إنك أنت تمشي على الكتالوج. أنت مش جاي كده تمشي هلهلي، ولا تمشي على مزاجك، ولا على هواك، ولا على تتبع هواك. لا، أنت المفروض ماشي في ملك الله. ملك الله، ربنا عايزني أعمل ده وما أعملش ده، لأن ده اللي هيتوافق مع النظام اللي ربنا حطه الله في الكون. خلاص، اللي ربنا حطه في الكون. تمام. فأنا لما أعمل العبادة وأمشي على النظام مظبوط، أنا كده هحقق التقوى واخد فوائد التقوى. فوائد التقوى في القرآن رهيبة. أولها كده بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أدي أول آية في البقرة، أو أول سطر في البقرة. أخد الهدى بسبب التقوى، والتقوى هجيبها منين؟ من الاتباع والعبادة. أشوف ربنا عايز نعمل إيه وما أعملش إيه، بمثال كأن مدير المدرسة وأنا ماشية على النظام. عندك في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنا لما همشي على الصراط المستقيم، على النظام والكتالوج اللي ربنا وضعه في الكون، أنا كده بعرض نفسي إن أنا هاخد الهدى اللي أنا هاخده بناء على التقوى. هحقق التقوى فاخد الهدى، والتقوى بتيجي من الاتباع اللي هي عن طريق العبادة. فافضل ماشي كده مع كتاب ربنا. انا كتاب ربنا ده هفتحه واشوف ربنا عايز يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه. وعلى فكرة طلبات ربنا وقوانينه في الكون سهلة جدا، هي مش مجعلصة ومش تقيلة ومش صعبة، اي حد يعرف يعملها. هو بيقول لي بصراحة كده وبوضوح يا ايها الذين امنوا لا يغتب، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ادي اوامر ونواهي. لا تأكلوا أموال الناس بالباطل. أوكي. ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، كونوا كذا ولا تكونوا كذا. أنا محتاجة أمسك الكتاب وأنا ماشية فيه، افصصه واخد الحاجات عشان اعرف. ما هو ربنا سبحانه وتعالى منزل لي الكتاب ده، هو مش هينزل بنفسه يقول لي اعمل وما تعملش، هو نزل لي نسخة من طلباته. لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. المنهج اهو، امشي على المنهج. يبقى انت كده بتطبق العبادة، فبالتالي هتوصل للتقوى، فبالتالي هتاخد فوائد التقوى اللي هي برضو موجودة في القرآن، وهكذا. يبقى دي رحلتي وده نظامي وده المفروض اعمله عشان احقق. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، امشوا على الكتالوج الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبقى كده حققت التقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.